يبدأ الفيلم بالبطل لالو وهو قاعد في القطر مستنيه يطلع من مكانه علشان يبدأ رحلته. لالو وقتها بيكون لابس اللبس المميز للهنود مع الدقن الطويلة، وهنا بتيجي واحدة تقعد قدامه من الركاب. بيبان لال ان تصرفاته مش طبيعية، تحسه مجنون وفي نفس الوقت تحسه وقور، بس الناس كلها كانت بتبصله بصة غريب، وخصوصا الست اللي قاعدة قدامه. بيبدأ لال يتعرف على الست اللي قدامه ويقول لها جزمتك جميلة قوي، وامي كانت دايما تقول لي احكم على الشخص من جزمته، لو كانت نضيفة يبقى هو نضيف. وهنا بتبص الست على جزمته بتلاقيها متبهدلة، وهنا بيحكي ليها لال ان الجزمة دي بيحبها حتى لو اتقطعت واتبهدلت، هو مش قادر يستغنى عنها. وبيفتكر هنا لال الماضي بتاعه، بنشوف زمان ايام ما لال كان طفل عنده مشاكل في رجله وبيروح للدكاترة كتير، وبيحكي لال ويقول اسم لال كان اسم جدي، وهو راح الحرب مع باكستان وقت ولادتي، وجد جد جدي مات في الحرب العالمية الأولى، والتلاتة كان اسمهم لال، وأمي كانت بتحبهم جدا علشان كده سمتني لال. أم لال كانت شديدة وقوية، وعلى الرغم من مشاكل لال في المشي لكن كانت دايما تخليه يعتمد على نفسه وما يحتاجش مساعدة حد، علشان كده لال كان بيعتبرها هي معلمته وقدوته في الحياة. بيحكي لال عن أمه ويقول كانت ذكية وقدرت تشتغل في الأرض الباقية لينا لوحدها وزرعتها وطلعت منها محاصيل ياما من غير مساعدة حد. ولال كان عايش مع أمه في بيت جد 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 جده، وتحس إن قطاطا عايشة معانا الفيلم ده. أم لال كانت دايما تقول له أنت مفيش فرق بينك وبين أي حد تاني، لكن الدكتور كان دايما يقول لها ابنك مختلف عن أي حد، هو غبي مش ذكي، وإحنا مش هنقدر ندخله مدرستنا، ونصيحتي ليكي تدخليه مدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن أم لال بتصر على دخول ابنها المدرسة، وبتعرض على المدير تعمل له أكل وتنظف بيته وتظبط له كل حاجة علشان خاطر يوافق ابنها يدخل المدرسة، ولكن بتصعب على المدير وبيوافق على دخوله المدرسة من غير ما ياخد منها أي خدمة. لال بيروح مع أمه المدرسة في أول يوم وبيطلب منها تستناه ما تمشيش علشان هو خايف كعادة أطفالنا في المدارس، وأمه بتوافق وبتستناه. بيدخل لال الفصل وما كانش فيه حد راضي إنه يقعد جنبه، لكن هنا سمع أجمل صوت في حياته لما بنت جميلة قوي ندهت عليه وقالت له تعالى اقعد جنبي، والبنت ضحكتها خلته والهان عاشق من أول نظرة، وكان اسمها روبا، ومن وقتها الاتنين بقوا أصدقاء حلوين مع بعض. لال وروبا طلعوا عايشين في نفس القرية وقضوا مع بعض أيام جميلة، وما كانوش بيفرقوا بعض من شدة حب لال لروبا. بقى يكتب اسمها مكان كل الأسئلة بتاعت الامتحانات. بيكمل لال ويقول روبا علمتني أقرأ إنجليزي، وكمان علمتني أمسك الدبان في الهوا، وكنا بنقعد مع بعض طول الليل نتفرج على النجوم، وأمي كانت أول واحدة تجيب تلفزيون في القرية بتاعتنا، وكل القرية كانت بتيجي عندنا علشان تتفرج معانا. ولما قلت لروبا تتجوزني حصلت احتفالات الفوز بكأس العالم وما خدتش منها. كمان بيكمل لالو يقول في مرة كنا في محطة أمير ستار علشان رايحين عند خالتي، وهنا شفنا جنود كتيرة قوي، ومن وقتها حصلت انفجارات كتيرة قوي في دلهي. بيحكي لال بعد كده كنت مع ابن خالتي برقص معاه، وهناك في ولد عجبته حركاتي واتعلمها، وبقى بسبب مصل مشهور قوي وهو شاروخان. ولكن بعد كده حصلت انفجارات تاني في دلهي، وحصلت مجازر أهلية في البلد، وكانوا بيقتلوا أي حد عنده شعر طويل، وهنا أمي قررت تقص شعري، وفي الوقت ده ماتت رئيسة دولتنا. بيكمل حكي ويقول وانا بتمشى في الجنينة مع روبا جه اولادي ضايقوني، وهنا لاول مرة قدرت اجري من غير ما استخدم جهاز المشي، وبقيت اجري في كل مكان من فرحتي. وفي يوم رحت عند روبا وهناك لقيت ابوها بيضرب امها علشان عايز 10 روبيات، وماتت امها وراحت روبا عاشت مع جدتها اللي هي كانت الخدامة بتاعتنا، ودي كانت اكبر فرحة ليا حصلت لي. ولكن كانت روبا دايما حزينة وبتعيط، وبالليل كانت بتيجي تنام جنبي علشان تفرح وما تحسش انها لوحدها. لال وروبا لما كبروا ام لال بعتتهم لدلهي، وهناك شافوا تنصيب راجل للحكم اسمه اطفالي، ووقتها المتنمرين كانوا بيضايقوه، وطلع لالي يجري بكل سرعته، ووقتها دخل ملعب يهرب فيه، وهناك المدرب شافه وعجبته سرعته وخده معاه يسابق ضمن فريقه، وقدر يكسب وياخد المركز الاول في كل المسابقات اللي دخلها. بعد كده لال دخل الاكاديميه العسكريه الخاصه بالجامعه، وكان بيشارك في العرض السنوي للاكاديميه، وروبا وقتها كانت بتشارك في عروض ازياء. بيحكي لالو ويقول روبا كانت بتحب واحد تاني وده كان بيضايقني، وفي يوم حاول يبوسها وانا ضربته واديت له بالقفا. بعد كده لال راح مومباي وساب روبا علشان ينضم للجامعه، وهنا قامت هجمات كبيره في مومباي، وبعد فتره خلص لال الجامعه واتكرم كمان، وبعدها امه اصرت انه يدخل الجيش، وخصوصا بعد ما كل اهله دخلوا الجيش. لال في الجيش كان بيتعامل بكل بلاحه، وده كان بيخلي كل الضباط يزعقوا له. هناك اتعرف على واحد هناك اسمه بالا، وعيلته كلها كانت شغاله في الملابس الداخليه، وبيتباع بالملابس بتاعته في كل وقت في الجيش. لال في الجيش قدر يعرف الدنيا هناك ماشيه ازاي، واهم حاجه هي اطاعه الاوامر، وقدر يثبت كل الضباط لحد ما قدر يكسبهم لصفه. بالا كمان قدر يعلم لال كل حاجه في فن الملابس الداخليه، وقدر يخيط هناك للضباط والعساكر، وكانوا مبسوطين بيه جدا. بعد كده بالليل شاف لال في جريده ان روبا في مشكله كبيره وكانت اتحبست، ولكن لال
اخد اذن من الجيش وراح مومباي علشانها وتقابل معاها وعرض عليها الجواز تاني، لكن روبا قالت له احنا الاتنين مختلفين يا لال، وانا عندي احلام كبيره عايزه احققها، وانت هتفضل اجمل صديق ليا، حاجه كده بحبك بس زي اخويا. بعد كده لال وروبا ودعوا بعض، وراح لال في مهمه لكرغيل، وكانت المهمه عباره ان في اعداء دخلوا قريه كرغيل وهم رايحين علشان يتصدوا ليهم، وكان معاها من ضمن فريقه بالا، وكانوا مع بعض من ضمن فريق الهجوم. بدا الهجوم واتصاب عدد كبير من فريق لال، وكان لال بيحملهم ويوديهم لمكان امن، ولكن في الاخر مات بالا صاحب لال الوحيد، والمدفعيه بعد كده قصفت المكان كله وقضوا على كل المجرمين. كل ده كان بيحكيه لال والناس في القطر متاثرين جدا. بعد كده كمل لال ليهم القصه بتاعته. لال قال انا اتصبت في الهجوم ده برصاصه في المؤخره، وكانت اجمل حاجه ليا وقتها انهم كانوا بياكلوني ايس كريم دايما. وقتها روبا كانت قربت من منتج اسمه عباس علشان تمثل في الافلام، ولكن بعد ما اتحكم فيها من كل حاجه خلاها عنده زي الخدامه بتخدمه، وما بقاش يخليها تمثل في افلام تانيه، وده حسسها دايما بالندم. بعد كده لال خد وسام الشجاعه علشان انقذ كل فريقه في الهجوم الاخير. وبعد كده بسبب ان لال مش هينفع يدخل اي حرب او قتال تاني، عينوه مدرب مساعد في فريق الجيش. شاف لال روبا راكبه عربيه وفضل ينادي عليها ولكنها ما كانتش سامعه، وده خلاه ينزل يجري وراها في الشارع علشان يلحقها. ووصل لفندق وشاف هناك شخص بيضرب روبا، جري عليه لال ونزل فيه ضرب، وروبا بتحاول تلحقه، وفي الاخر روبا زعقت له وخدت عباس ومشيت بيه، ورجع لال عند امه وهو متضايق جدا من اللي حصل معاه. بعد كده روبا اتصلت بلال وقالت له عباس نزل مع صحابه، تعالى اقابلك عند بوابه الهند، ونزل قابلها لال. هناك قالت له روبا ده هيهتم بيا وحافظ عليا، وانا هكون بطله فيلمه الجاي، بس هو بس عنده شويه عصبيه بيخلوه يعملوا كده، لكنه طيب جدا وانا عايشه معاه حياه سعيده وحلوه ومبسوطه معاه. وده طبعا كان كذب علشان روبا كانت عايشه حياه اشبه بالجحيم. بعدين لال قال لها انا مبسوط جدا اني قابلتك هنا في دلهي بعد سنين كتيره، وانت كنتي وحشاني جدا. وهي قالت له انا مستغربه جدا من الطريقه اللي انت بتعاملني بيها، لكن اعرف دايما اني هفضل نص قلبك التاني. وبعدين بيودعوا بعض وراح لال الجيش. في الجيش انضم لال لفريق العدائيين وسافر معاهم دول كتيره قوي، وفي الطريق قابل محمد اللي كان من جيش العدو وانقذه في الهجوم. محمد قال له انا كنت من العدو ومش عارف ليه انت انقذتني. بعدين خرجوا مع بعض وقضوا وقت لطيف بيحتفلوا فيه بالسنه الجديده. في الوقت ده حاولت روبا انها تنتحر بسبب انها كرهت حياتها مع عباس اللي بيتحكم بيها في كل حاجه في حياتها، ولكن تراجعت عن القرار بعد ما افتكرت لال. بعد كده لال بيتم تسريحه من الجيش بسبب وضعه الطبي. بعد كده لال راح يزور اهل زميله بالا في الجيش اللي مات في الهجوم اللي كانوا فيه مع بعض، وهناك قابل حد من عيلته. وبعدين راح للنصب التذكاري بتاعه وعرفه انه هيعمل المصنع اللي كانوا بيحلموا بيه، ومكانه هيكون اوضه روبا القديمه. بعد كده لال بعت جوابات لروبا ومحمد علشان يعرفهم انه هيبدا العمل الخاص بتاعه. بدا لال الشغل بتاعه واشترى 3 ماكينات وجاب 2 عمال يشتغلوا معاه، وقدروا انهم ينتجوا يوميا مع بعض 40 قميص. وام لال ما كانتش بتسيبهم ودايما تعمل لهم اكل وشرب علشان يقدروا يكملوا شغلهم للاخر. بعد كده قدروا يصنعوا في الشهر 1000 قميص زي ما كان بالا بيحلم، والمخزن زاد الانتاج فيه، وكل حاجه خطط ليها بالا تمت، الا انهم يقدروا يبيعوا 800 طقم شهريا. بعد كده جه الاخ محمد عند لال وقال له انا هساعدك في التسويق، وبدا شغل معاه. وعرف ان لال ما باعش غير 5 اطقم بس، واللي اشتريتهم كانت امه علشان ترفع من طموحاتهم. نزل لال ومحمد للمحلات علشان يحاول يعمل معاهم صفقات، ولكن ما قدروش انهم يبيعوا اي اطقم، وعلشان كده وقفوا الانتاج. وفي يوم وهم قاعدين مع بعض فكر محمد انهم لازم اسم الملابس تكون باسم بنت علشان يبيعوا، وهنا قرر لال يسميها ملابس روبا. وهنا المبيعات زادت وقدروا يبيعوا كل المخزون اللي عندهم، وزاد الانتاج وقدروا يجيبوا ماكينات اكتر لحد ما عملوا مكان اكبر وعملوا اكتر من مصنع، ومكتبهم الرئيسي كان مقره دلهي. هنا كل الناس في القطر بتسخر من لال وبتقول له يعني انت لال صاحب اكبر مصانع للملابس الداخليه وراكب في درجه عاديه في القطر، ولكن لال بيطلع ليهم المجله اللي بتتكلم عنه عن مصنعه، وكلهم بيتفاجئوا بيه. بيقول لهم لال نص ارباحي كل سنه بطلعها لزوجة بالا علشان هو صاحب الفكره، وده كان بيستفز الاخ محمد، والاخ محمد استثمر الارباح بتاعته في حظيره. بعد كده الاخ محمد شاف في التلفزيون هجمات ارهابيه كبيره بتتم على البلد، وهنا راح شكر لال انه انقذه وخده من الجماعات الارهابيه وقدر يعمل لنفسه دخل ثابت. بعد كده الاخ محمد سال لال انت ما بتصليش ليه؟ انا عمري ما شفتك بتصلي. لال رد عليه وقال له امي دايما بتقول لي الاختلاف في الشعائر الدينيه بيخلي الملاريا تنتشر في البلاد، وربنا دايما قريب لكل واحد فينا، قريب مني ومنك ومن اي حد. الاخ محمد بيستغرب كلامه، ولما بيكون قاعد لوحده بيروح له لال ويقول له مش هترجع لبيتك، والاخ محمد قال له فعلا لازم ارجع لبيتي، جه الوقت اللي لازم ارجع فيه. انا لما جيت هنا قالوا لي حاربهم علشان هم كفار، لكن بعد ما شفتك وتعاملت معاك عرفت انهم اصدقاء لينا، وعلشان كده انا لازم ارجع بلدي واغير فكر الاطفال هناك واعرفهم ان في ناس كتيره زيك طيبين واصحاب لينا، وما نقدرش نستغنى عن
عنهم ابدا طول حياتي، لازم ارجع علشان اعالجهم من الملاريا واعرفهم انهم كانوا على الطريق الغلط. وهنا لال حضن الاخ محمد ورجع الاخ محمد قرية. بيكمل لال ويقول الاخ محمد قبل ما يمشي: عين عندي عمال اذكياء قوي، وزمان كان وحشني روبا وبغلة، ودلوقتي هيوحشني كمان الاخ محمد. وهنا جاله اتصال ان امه تعبت، وجري لال على البيت بسرعه علشان يشوفها. راح لال البيت وكانت امه تعبانه جدا، وحصل بينهم وداع كبير والصياد كتير ما وقفش من لال اللي كان اكتر واحد زعلان على موتها. بعد كده لال عمل مستشفى باسمها في القريه، وخلى الكل يتهالك فيها بالمجان، وكمان اشتغل بنفسه في المزرعه، وكانت حياته كلها شغل في شغل. ولكن كان دايما بالليل بيفتكر روبا، وكان دايما بيتخيلها في كل مكان، لحد ما في يوم رجعت له. عاشت روبا مع لال، وكانت اول الايام كلها حزينه، مش بتتكلم روبا ولا بتاكل كويس، ولال عرفها كل حاجه حصلت معاه. وفي يوم روبا راحت بيت جارتها وضربت جوز الست لما كان سكران وبيضرب فيها، وبعدين راح لال لحقها وفضل لال جنبها لحد ما رجعت تضحك روبا تاني. روبا اشتغلت مع لال في المزرعه بتاعت امه وساعدته في كل حاجه، وكانوا بياكلوا وبيقعدوا ويلعبوا ويرقصوا ويعملوا كل حاجه مع بعض، ومحدش كان بيفارق التاني ابدا. لال كان سعيد جدا بوجود روبا جنبه وعلمته الرقص، وكان بيحس دايما ان هي عيلته الوحيده وان الاب وهي الام. وفي يوم جابت له كوتشي ايديا اللي هو بيلبسه لحد دلوقتي على الرغم من انه اتبهدل واتقطع. وتخيل لال حكى كل ده من الاول علشان يعرفنا حكايه الكوتشي ده. في ليله راس السنه كان قاعد لال مع روبا، وقتها اعترف بحبه وانه عايز يتجوزها، ولكن روبا رفضت وقالت له انت ما ينفعش تعتمد عليا ابدا. وراح لال سريره وهو نايم زعلان، ولكن روبا جت صرحته وقالت له انا بحبك قوي، وبسوا بعض وقضوا الليله دي مع بعض في السرير. لكن في نص الليل جت الشرطه وهو لال نايم، قبضت على روبا، ولال لما صحي ما لقاش روبا جنبه، ودور عليها لحد ما لقاها سايبه الطياره الصغيره اللي كان بيحبها زمان. وفضل لال لوحده حزين بعد ما روبا سابته تاني. وفي يوم طلع يجري لال وجري القريه كلها، بعد كده عدى المدينه، وبعدين المدينه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها لحد ما عدى الولايه كلها. وده كله هو لسه بيجري لحد ما وصل لبحر، وبعدين وصل للبحر ده وكل ده لسه بيجري. وشكل لال كان ضرب شويه جمبري قبل ما يبدا الجري ده كله. بعدين الاخبار اعلنت القبض على تاجر المخدرات عباس، وكمان القبض على حبيبته روبا، وهي كانت السبب بالمعلومات بتاعتها انهم يقبضوا على عباس. لال كان دايما وهو بيجري بيفكر في بالا وامه والاخ محمد وروبا. طبعا لال جري قاره اسيا كلها وقرب يدخل على القارات اللي جنبها، وكل ده وهو لسه ما وقفش جري. بعد كده حكموا على عباس بالسجن المؤبد علشان قتل 5 اشخاص، وروبا اعتبروها شاهده ملك وحكموا عليها بالحبس 6 شهور بس. بعد كده الاعلام خدوا بالهم من لال اللي بيجري بدون توقف، وراحوا عملوا معاه حوار وهم بيجروا جنبه، وقالوا له انت بتجري علشان حقوق المراه ولا عشان البيئه؟ لكن لال كمل جري وما ردش على حد فيهم. بعدين راح له راجل وهو بيجري وقال له انا شفتك بتجري في التلفزيون وانت عجبتني جدا، وانا اعتبرتك قدوتي في الحياه وعايز اجري معاك. وكمل الراجل جري وراه، والعدد زاد وناس كتيره جريت ورا لال، ولكنهم اعتبروه قدوتهم. لال كان شايف ان الجري هو الحاجه الوحيده اللي هتخليه ينسى حزنه وزعله. كان شايف ان طول ما انت بتجري هتقدر تتغلب على كل مشاكلك واكتئابك، وزي ما احنا عارفين برضو الجري نص الجدعنه. لال كان بيجري بسبب جمله امه لما قالت له اترك الماضي ورا ظهرك وامشي. لال بقى طبق كلامها وفضل يجري يمكن يهرب من كل الهم والحزن اللي عنده. لال بيحكي وقال فضلت اجري كل يوم لحد ما قدرت اجري 4 سنين و7 شهور واسبوعين. تخيل الجري ده كله ما تعبش. احنا عندنا اللاعب بيفتح سبرنت بيطلع يريح على الدكه شويه وبيجي له شد عضلي، لحد ما وقف عن الجري، وكل الناس اللي وراه فضلوا يكلموا بعض هو ليه وقف. هو نسي حاجه، كل ده كان وراه الاعلام بيصور، وراحوا سالوه انت ليه وقفت؟ رد عليهم وقال انا تعبت من كتر الجري وانا هرجع دياري خلاص. وبدا يرجع لال لحد بيته ماشي على رجله. وقتها الاعلام نقلت الخبر وان لال اخيرا هيتوقف عن الجري. وهنا روبا كانت بتشاهد الاخبار وشافته وحنت ليه، ورجع لال اخيرا بيته. لال بيحكي وبيقول لما رجعت البيت لقيت نفسي شبه اجدادي كلهم، ولاول مره من ساعه ما كان في مدرسته طفل رجع يلبس لال العمه الهنديه تاني. بعد كده جاله رسائل بريد وقال له في رسائل بريد جات لك كتير من روبا. وهنا اخيرا وصل لال المحطه بتاعته ونزل من القطر بعد ما قعد ساعتين لامم الناس حواليه وبيحكي لهم حكايته من يوم ما اتولد لحد دلوقتي. ونزل من القطر وودع كل الناس اللي سمعوا له في القطر. راح لال عند بيت روبا، وروبا استقبلته ودخلته عندها واداها علبه وقال لها جبت لك حلوى الغلو غابه اللي انت بتحبيها. في البيت عندها شاف الصوره اللي صوروها في دلهي، كانت محتفظه بيها لحد دلوقتي، وقالت له روبا انا شفتك على التلفزيون وانت بتجري وانا كمان كنت بجري زيك كتير. بعد كده روبا قالت له انا ظلمتك معايا كتير يا لال، وظلمت نفسي كمان، وكل حاجه عملتها كانت غلط في غلط. وهنا قاطعهم طفل صغير وراح ندى عليها وقال لها ماما. كل ده وسط دهشه لال اللي كان نفسه يديها بالجزمه على وشها، حاجه كده زي لما تنزل اجازه من الجيش علشان تكلم حبيبتك وتلاقي ابنها ياسر بيرد عليه. هنا كملت روبا وقالت له انا بقيت ام خلاص، وابني ده اسمه امان وابوي يكون اسمه لال. وهنا لال فكر واستجمع شخصيه عبد العال فرايه وسكينه وقال لهم ايه ده اسم ابوه زي اسمي. هنا روبا كانت هتشد في شعرها وقالت له يا ابني ابوه يبقى اسمه لال، انت ابويا لال. وهنا
اصطدم لال ونزل في الخلفيه اغنيه مصطفى كامل وهو ده كان اختيار. استوعب لال الصدمه ونزلت دموع من عينه وراح قعد جنب الواد يلعب معاه. بعد كده روبا قالت له انا تعبانه والدكاتره مش عارفين انا عندي ايه، ولال قال لها نرجع بس البيت وانا هعمل لك شوربه عدس وهتبقي زي الفل. وهنا روبا عرضت عليه الجواز ولال بيوافق على الفور وهو مش مصدق. وروبا ولال عملوا فرحهم وعمل لايف مع الاخ محمد عرفه انه اتجوز. بعد كده روبا تعبت ولفوا كتير على الدكاتره وماتت روبا ودفنها لال تحت الشجره اللي كانوا بيقعدوا تحتها على طول دايما. وعاش لال مع ابنه امان يا ربي. لغايه هنا بيكون فيلمنا خلص، اتمنى يكون عجبكم. ما تنساش اللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول.